من 200 فيديو عمال تكلمنا عن ازاي تستغل مهارتك في انك تجيب بيها شغل، واحنا اصلا يا زباين ما نعرفش انت بتشتغل ايه، ومصدعنا انك اشتغلت فوق ال 2400 ساعه على اب وورك. ايوه يعني اشتغلت ايه بقى؟ فالفيديو دوت يا صديقي هو عباره عن شرح المهاره اللي انا بشتغل بيها بالتفصيل الممل، والله لك الحمد انا من اعلى الناس بيها في الوطن العربي على مواقع العمل الحر، واشتغلت مع مئات العملاء المختلفه بيها، وفرقت معايا كمصدر دخل على المواقع دي، وانها كانت سبب اني اقرب بشكل كبير لعملاء تقيله انا ما كنتش احلم اني اتواصل معاهم اصلا. انا الحمد لله مدير قنوات يوتيوب. قطع السيو يعني اللي هو بتعمل عنوان جذاب شاهد قبل الحذف وبتكتب لي وصف لا يقاوم وتحط لي هاشتاج، ده اللي بتعمله؟ مين بقى العبيط ده اللي بيشتري منك الخدمه دي؟ استاذنك يا صديقي ما تغلطش في العملاء بتوعي، لان منهم ناس والله هم من اشهر الناس في مجالهم على الاطلاق، فهم مش عبط ومش ده اللي بنعمله في الاساس. وخليني اقول لك ان ساعدت العملاء بتوعي انهم فعلا يجيبوا مشاهدات لما تقترب من نص مليار مشاهده، ولو مش مصدقني ابحث عني على موقع واي تي جوبز وهتلاقي الارقام دي، لان انا اشتغلت مع فوق ال 100 قناه بالفعل، وان كان في قنوات اشتغلت معاها وكنا فارق معانا فقط ان احنا نجيب 1000 مشاهده بس، يعني كانت حقيقيه وبتجيب لنا فلوس اكتر من اللي بيجيبوا ملايين تانيين. واليوتيوب قصه كبيره جدا للاسف. ثقافه العوام، وهنا انا مش اقصد اهانه والله، انا فقط بقول معلومه حقيقيه، ثقافتنا انه احنا هنعمل قناه يوتيوب عشان احقق ربح من الاعلانات واجيب 100,000 مشترك في الفتره الفلانيه وكام مليون مشاهده في الفتره الاعلانيه والكلام الجميل ده. ودول نوع من الناس انا اصلا مش بشتغل معاهم، وكل العملاء اللي اشتغلت معاهم وان كان في ناس بتكسب منهم الوفات الدولارات شهريا من اليوتيوب، بس عمرنا ما كان هدفنا الاول هو اعلانات اصلا، كانت حاجه فرعيه تماما وفي معظم الاوقات بنقفلها. فخليني بقى اكلمك عن مهاره اداره قنوات اليوتيوب كما لم تسمع عنها من قبل، وافتكر ان في اخر الفيديو في هديه باذن الله. في بدايه صديقي لما بدات فريلانس من 9 سنين كنت اصلا بشتغل في مونتاج الفيديوهات وانيميشن بسيط، وكنت بعمل شغل للعملاء عشان يسوقوا المنتج تبعهم او خدمه معينه. كانوا بيقولوا لي يا زباين انك ممكن ترفع الفيديوهات بتاعتنا لما اخلصها على قناه اليوتيوب عشان هم بياخدوها وبيبعتوها للعملاء بتوعهم. بس من كتر ما انا كنت بعمل دوت وبقيت صديق مع العملاء بتوعي، فكنت بقول لهم يا جماعه هو انتوا بتسوقوا لفيديوهاتكم ازاي؟ هو اصلا انتوا ليه بتعملوا الفيديو دوت مخصوص؟ منهم اللي كان بيبقى فاهم هو بيعمل ايه، ومنهم اللي كان ماشي بالحب. فمن كتر ما انا عاوز اشتغل اصلا فكنت بفتح لهم افكار فيديوهات تانية بناء بقى على المنافسين الاساسيين، واني لقيت في حد بيعمل فكره كذا وحد انتشر لما عمل كذا وممكن نصيغها احنا بالطريقه الفلانيه. وفعلا لما عملنا بعض الحاجات ديت كانت نتائجهم شويه احسن من الاول، فبداوا يعرضوا عليا اسمع انت ما دام شكلك يعني شويه فاهم ما تدير بقى القناه واختار نعمل فيديوهات ايه وهكذا. ودي كانت بدايتي اني ابدا افهم ان اليوتيوب فرع من السوشيال ميديا اللي محتاجه تخصص وبحث وتحليل بيانات كتير. بدات افهم ان في صفحه محوريه في اي قناه في اليوتيوب زي دي مثلا فيها بيانات فيديوهاتك كلها، وانك لو قدرت تحللها هتعرف اللي نجح ليه واللي فشل ليه، وان في منافسين ليك في المجال لازم تكون بتتابعهم وبتفصصهم قبل ما تفصص محتواك اصلا. وقصه طويله جدا حبتني في المجال اللي بدات اتقنه نسبيا الحمد لله. فعشان كده حاليا لما اي عميل بيقول لي تعالى نشتغل مع بعضنا سوا يا زبايع على القناه بتاعتي وهنعمل ايه سوا، اول حاجه بقولها له اني هعمل شانل اوديت. انا ما بشتغلش على قناه نهائي من غيرها حاليا عشان مش عاوز افتي في الشغل وخلاص. والشانل اوديت ديت يعني مراجعه وتقييم كامل لقناتك. ومن وقت ما انا اتقنت المهاره دي فالحمد لله انا عملتها لاكتر من 60 قناه مختلفه مع 60 عميل. والله لك الحمد لما كنت بعملها وببعتها للعميل كان بيقول لي بعدها على طول والله ربنا يعلم اني عاوزك يا زباعي تكمل شغل على قناتي بمرتب شهري بناء على تاسكات معينه هنحددها سوا. لانه لما كنت ببعت له الشانل اوديت ديت هو كان بيفهم ان على طول كده مش حد بيعمل سيو وعنوان جذاب اللي شات جي بي تي بقى اصلا ده يخلص الحكايه ديت، لا هو فاهم ان انا عارف يعني ايه اداره كامله، يعني ايه ماركتنج اليوتيوب، وديت الفكره الاساسيه. فده اللي انا بعمله، وده مثال عملي على تشانل اوديت انا عملتها بالفعل قبل كده لشركه في مجال الاسنان، وهم اول ما شافوه الحمد لله قالوا لي بس بقى احنا عاوزينك تشتغل معانا على طول. والحمد لله والله يعني تعالى اوريك مثال انا عملت ايه معاهم في تحليل القناه بتاعتهم او بعمل ايه في تحليل اي قناه عموما يعني، ومنها انت هتفهم انت دورك ايه في القناه اللي بتشتغل عليها. انا هنا صديقي عامل صفحه للمنافسين، ودي اول حاجه ببدا بيها. انا داخل مجال معين لحد معاه قناه بوصف معين، فلو ارتجلت خطط وافكار بدون ما اعرف طيب احنا وسط منافسه عامله ازاي، طب غيرنا بيعمل ايه، طب ايه اللي نجح عندهم، ايه اللي نجح ليه دوت، واللي فاشل عندهم فشل ليه فنتجنبه ونطور عليه طريقتنا. طب الناس دي محتاجين نتابعهم باستمرار اللي هم المنافسين بتوعنا كاستلهام لافكار منهم، لان متابعينهم هم متابعيننا في الاساس.
الناس، وكمان بيعملوا ايه بقى على السوشيال ميديا عموما. لان صديقي اليوتيوب مش منفصل لوحده، احنا عاوزين نربط كل السوشيال ميديا ببعض. وعلى فكره عملاء كتير انا بدات معاهم يوتيوب بس، ده في الاساس ده شغلانتي اصلا، ومنها الحمد لله مسكت باقي السوشيال ميديا تبعهم، لانك بتبقى خلاص فاهم الزتونه الاساسيه في الماركتنج والسوشيال ميديا، انت متعمق في اليوتيوب بس. اللي بيتعمق يوتيوب هو فاهم الماركتنج عموما. فكل ده بيحصل في خانه دراسه المنافسين اللي بتتحدث كل مره، ونشوف ايه التطورات اللي فيها ونقط صايعه. لو العميل عنده بادجت اعلانيه فاحنا بنركز في الاعلانات بتاعتنا عليهم، اللي احنا نمسك المتابعين بتوعهم مخصوص هم. ومن دراسه المنافسين بقى بقدر احدد الكلمات المفتاحيه الاوليه اللي هنبقى ماسكينها واللي عليها طلب واللي ناجحه عندهم، فبعمل مكان مختلف زي ما انت شايف عندي كده للكلمات المفتاحيه دي في البحث بتاعي، وبيتبني عليها منافسيني كلهم. وعلى نتائج قناتي انا الناس بتجيلي بكلمات عامله ايه، وعلى ايه هي الكلمات المفتاحيه في العموم اللي الناس بتدور عليها حاليا. وده ليه طرق كتير جدا بنعمل بيه ده، وتريكات صايعه جدا في النص. ومنها بنبقى كوننا صوره كامله عن مين اللي بيتفرج علينا وبيتفرج ليه ومستني محتوى عامل ازاي، فنقدر نعمل الباير بيرسونا بتاعت المشاهد بتاعنا احنا، بحيث نعرف ان هنعمل له فيديوهات عامله ازاي باذن الله مستقبلا. المكان الرابع ده بقى اللي بيحصل فيه السحر كله، تفصيص القناه، خصوصا لو قناه فيها فيديوهات مرفوعه فنقدر نحللها. وهنا بندخل على اليوتيوب اللي هو اليوتيوب ستوديو يعني، ونشوف كل حاجه فيه، ايه اللي ناجح معانا، ناجح ليه، والفيديو دوت فشل ليه، الناس بتجيلنا ازاي، طيب مين المتابعين اللي بيرجعوا لنا، طيب مهتمين بمحتوى نوعه ايه، بيبحثوا على ايه حاليا، هم مين اصلا يعني، عمرهم ايه، منين، بلد ايه الفيديوهات اللي بيختاروها انها يتفرجوا عليهم، وايه الفيديو اللي لو عملناه حاليا هيضرنا، وقصه طويله جدا. العميل لما بيلاقيك مفصصها صح بيفهم انك حد تقيل. ودي سكرين شوت من عميل اشتغل معايا بعد ما نزل وظيفه قدم عليها حوالي 30 واحد تاني على موقع ابورك، وراح قال نصا انه هيختار مننا 4 يعملوا تشانل اوديت، واللي هيقنعوا فينا بشكل مميز مثلا او شكل مختلف هيكمل معايا هو الشغل. احنا ال4 عملنا الشغل بتاعتنا وسلمناها، ولما شاف الشانل اوديت بتاعتي الحمد لله اخترنا اشتغل معاه، وقال لي اللي انت شايفه في السكرين دوت. ملخصه يعني وانت بتقرا معايا انه عاوز يشتغل معايا انا عشان لقاني حد فاهم بجد سوشيال ميديا ويوتيوب، مش مجرد حد بيقول له ازاي تتصدر محركات البحث والكلام الفكسان ده اللي هو مع احترامي للجميع، بس والله هو فكسان يا شباب. اليوتيوب اصلا ما بقاش كده، الموضوع دوت مات. تصدر محركات البحث والكلام اللي هو يلا نطلع في المركز الاول ده مش نقاش حاليا. اللي بيقول لك كده يوتيوب ودوت اهتمامه، انا مش عارف اقول لك ايه، بس ده مش يوتيوب، وده يعني هنسيبها على جنب حاليا. طبعا هو في السيو اللي انا عمري ما هقدر اهمشه، دوت حاجه مهمه اكيد انا مش بهمشه وهو مهم جدا، بس في حاجات قبله وفي حاجات بعده هو مكمل ليهم ومش هنتكلم فيه كتير يعني، بس الناس عندها الفكره الرئيسيه عنه، وان كان في تريكات كتير انت المفروض تكون فاهم فكرتها يعني. وبعد كده بكلمه عن الصوره المصغره بتاعته اللي تنفع قناته هو، وفي الاخر بديله بلان وات تو دو، ايه اللي هنركز عليه حاليا، المفترض نبتدي ازاي، اللي هو من اين تؤكل الكتف عشان ننطلق في رحلتنا في القناه بتاعته هو. والخطه دي بتختلف من قناه للتانيه، انا ولا مره بدي نفس الخطه لقناتين مع بعض، لان كل قناه فيهم ليها الريتم بتاعها اللي هنبتدي فيه. طيب انا الحمد لله خلصت دوت المفروض، وبعت للعميل الشانل اوديت واخدت الفلوس بتاعتها. بعمل ايه بقى مع العميل بعد كده؟ بيبقى دوري شهريا اني بشاركه في اختيار المحتوى اللي هنعمله، وبقترح ليه نعمل ده وليه ما نعملش ده، ولو هو عنده افكار معينه بيعرضها عليا ونشوف ازاي نطورها، وبساعده في مراحل ما قبل كتابه السكريبت احيانا، من ناحيه ايه الهوك اللي هيجيب، وننهي الفيديو بتاعنا ازاي بحيث نربطه بفيديو تاني بعده. طيب هنعمل دعايه للفيديو دوت ازاي، طب هل هنعمل شورت معين يلحم بيه ولا كوميونتي بوست معين بصيغه معينه تركز على الفيديو دوت. طيب نتائج الفيديو لما رفعناه ما كانش احسن حاجه ليه، طب هل ناخد بالنا في حاجه في اللي جاي او حاجه نطورها، او نطور طريقه عرض العميل نفسه في القناه بتاعته لو نعرف. طيب لما يصور ويخلص الفيديو وانا استلمه منه وارفعه واظبط له كل بياناته بقى بالاس اي او والهيصه دي كلها، كل الكلام دوت بيبقى بصوره اسبوعيه سوا مع بعض، وبنطور دنيتنا دايما الحمد لله. ومنهم بما اننا احنا بنعمل اصلا شورتس ثانيه في النص للقناه بتاعتنا مبنيه على بحث معين، فبننشرها بقى احيانا على باقي وسائل التواصل بتاعتنا في السوشيال ميديا كلها. فهم مع الوقت العملاء بتوعي لو ما عندهمش تيم مخصوص للسوشيال ميديا بيدوني ادارتها وبادرها بمساعده بعض الاصدقاء في نقط معينه انا ما عنديش الخبره الاقوى فيها، بس المحتوى العام للسوشيال ميديا في حاجات كتير شبه بعض، فبمسك الاثنين احيانا. وبيبقى دور كبير عليك انك دايما تبقى متوقع ايه المحتوى اللي هيفرق مع الجمهور الخاص بالقناه اللي انت ماسكها، وتقترح عليها دخلات ليها وتحللها وتجرب وتفشل مره وتنجح غيرها، وتدرس نجحت ليه هنا وفشلت ليه هنا، ورحله عظيمه جدا هتفرق مع العميل وهيحبك فيها لاقصى درجه، لان في الرحله دي انت هتفتح له افكار يكسب بقى فلوس ازاي. وما تقوليش من الاعلانات من فضلك، صدقني قنوات اليوتيوب الاعلانات دي اخر اهتماماتها، مكاسبهم الحقيقيه في حاجات ثانيه غيرها. ودي يا صديقي الفكره العامه لاداره قنوات اليوتيوب، وانا كسبها بعمل ايه وبشتغل مع عملاء ازاي وشغلي ايه حاليا
على موقع ابورك في اللي انا بقوله لك في اكتر من 200 فيديو منزله على القناه. في الاخر يا صديقي حابب ارجع افكرك ان كل الكلام اللي انا قلته فوق ده بتفصيل التفاصيل كلها انا شارحه في كورس، هو الحاجه الوحيده المدفوعه اللي انا عملتها في حياتي من وقت ما بدات السوشيال ميديا من اكتر من 4 سنين تقريبا. لو انت شايف ان المحتوى المجاني اللي بنزله قوي، اتمنى يعني تكون شايف دوت، فلك ان تتخيل يا صديقي انا هبقى عامل ايه في محتوى انت مستمن فيه على فلوسك عشان تتعلم فيه. حرفيا نشهد الله اني بكل راحه ضمير تام اقدر اقول انه اقوى كورس في الوطن العربي معمول بيشرح مجال اداره قنوات اليوتيوب حاليا. هسيب لك عموما اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو دوت عشان هتلاقي فيه تفاصيل كتير واراء اصدقائنا اللي اشتركوا والمحتوى اللي هيتشرح والماتيريال المجانيه اللي بنوفرها في الكورس دوت وكل حاجه حرفيا، وهتلاقي خصم كمان هديه موجود معاه حاليا باذن الله. اشوفك على خير يا صديقي، اتمنى تكون عرفت المهاره، يمكن تكون فارقه معاك في وقت ما. السلام عليكم. دي بيهايند ذا سينز طبيعيه، دي كواليس الكواليس الطبيعيه اللي احنا مش عارفين دي كواليس، فاحنا مش عارفين هنحط دي كواليس. احنا ممكن نعمل كواليس يا بسام. يا نهار ابيض، ما قلتليش المعلومه ديت ليه؟ دي كواليس حتى الان؟ لا. يعني احنا بنصور كواليس. دي مش كواليس، دي مش كواليس يا صاوي، دي مش كواليس. دي مش كواليس. اللي بيتفرج علينا دي مش كواليس، ده احنا كده قاعدين بنصور. سبحان الله، حلو الكواليس اللي انت مش عارف ايه كواليس ديت. السلام عليكم.